اتكلمنا قبل كده ان الست لما بتبقى منهكة ومحتاجة تفضفض بيبقى هو ده الحل الوحيد غالبا اللي هي محتاجاه، انها يتأكد لها على الجانب الأنثوي بتاعها، تبتدي تفضفض وتتكلم. طب لو ما حصلش كده وحصل ان هي بقت مليانة على اخرها، ايه الخطوات اللي هي بتعملها الست؟ مع الاسف اول حاجة بتتجه ليها الست لما تحس ان هي مليانة وتعبانة وكده، انها بتتجه للاكل. بيعتبر الاكل مصدر للاشباع العاطفي بالنسبة لها، بتحس فيه بالمتعة اللي هي مش لاقيها في اي حتة تانية، وندخل في دايرة ان وزنها يزيد فيجي لها اكتئاب فتاكل اكتر من كتر الاكتئاب، وتبقى دايرة احنا مش عارفين نكسرها. فخدي بالك لو انت لقيتي نفسك متجهة للاكل بشراهة زيادة، الاكل مش هو الحل للجوع العاطفي اللي عندك. انت محتاجة تلاقي حل تاني، او تتكلمي مع جوزك بطريقة مختلفة بحيث انكم توصلوا لحل. حاجة التانية انها بتهلك نفسها في الشغل والحياة الاجتماعية، بتدور على مين محتاج مساعدة سوري وتساعده، بحيث ان هي ترجع البيت اخر اليوم منهكة ما فيهاش نفس تفكر ولا تفكر في احتياجها ولا جوعها. تالت حاجة انها بتقلب الادوار. احيانا كتيرة جدا بتيجي تلعب هي دور الراجل، فتبقى المسؤوليات عندها شديدة، حتى مسؤولياتها العاطفية تجاه جوزها تسيبه هو اللي يتكلم ويعبر عن مشاكله، تدفعه دفع ان هو يطلع كل المشاعر اللي عنده، فده بيخليه يتقوى عنده الجانب الأنثوي وهي يزيد عندها الجانب الذكوري، فتتقلب الأدوار، فيبقى مفيش توازن في الحياة، فالحياة يبقى فيها فقر عاطفي، يبقى فيها جوع عاطفي، ونوصل لمراحل ان كل واحد مش عارف ايه اللي التاني عايزه، كل واحد ماشي في ليلاه. بقولك الكلام ده ليه؟ علشان تاخدي بالك من المراحل دي ومتنسقيش فيها، وتقفي وتبتدي تفكري بطريقة تانية، تغيري اسلوب تفكيرك، تغيري اسلوب حوارك، تشوفي حل. طالما احنا لسه عايشين يبقى في امل ويبقى في حل. نتكلم ونعرف احتياجات كل واحد، ونسمع محاضرات اكتر، ونزود الوعي بتاعنا اكتر، سواء عندي او عند غيري او اي حد بيعرض المحاضرات دي. بيبقى الهدف منها ان الوعي يزيد. لما الوعي بيزيد احنا بنعرف نطلع خطوة قدام، حتى ولو 1%. طالما في تغيير يبقى في امل. تنسوش اللايك والشير، وشير اكتر علشان خاطر نوصل لعدد اكبر والناس كلها تستفيد. ومستنياكم المرة الجاية فيتامينات نفسية.